تعالى نتكلم شوية عن المدارس الحكومية. المدارس الحكومية أول ما تدخل ابنك أولى ابتدائي تلاقي أول حاجة هتلاقيها في المدرسة مدرس الفصل. أول حاجة هتلاقيه بيقول لك إيه؟ إنت هتدي ابنك درس ولا مجموعة؟ أول ما تشوفك يعني أول ما يشوفك كده يقول لحضرتك هتدي لابنك درس ولا مجموعة؟ قلت له لا والله أنا ابني لسه في أولى ابتدائي يعني وبياخد دروس بره مع أستاذ فلان وأستاذ علان يعني. يقول لك لا، ده أنا هنا بخلي بالي من ابنك وأنا اللي بإذن الله هنجحه. هيديله درس ولا مجموعة؟ انت هتبقى مضطر بقى تسمع الجملتين اللي هو هينجح ابنك وهياخد باله من ابنك. هتيجي تقول لا 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 انا تمام، انا ابني شاطر وبياخد دروس بره ومش محتاج لحضرتك في حاجه، شكرا. هتيجي عشان تاخد ابنك بقى هتلاقيه تمام قاعد في مكانه اللي هو في الديسك الاولاني دايما كده، اللي انت اول واحد بتروح المدرسه بتقعد ابنك في الديسك الاول وتمام. اول يوم هيعدي، تاني يوم هيعدي، تالت يوم هيعدي، عادي انت حوالي اسبوع وهتلاقي ابنك في اخر ديسك خالص ورا. يقول فانت تكلم المدرس بقى تقول له ليه يعني انا ابني ليه في الاخر كده مع ان هو اصلا كان في الصف الاول؟ هيقول لك اصله ابن حضرتك طويل والاولاد القصيره اللي ورا منه مش شايفين السبوره. ده اللي انت هتسمعه. فانت طبعا هتتضايق من الكلام اللي بيقوله ده. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ طب ما في يعني اولاد طوال في الديسك الاولاني بدلتني، يعني ليه عملت كده؟ يقول لا والله معلش. او تلاقي واحد يقول لك ايه اصل العدد كبير ودول جايين الاول هنا حاجزين هنا، يعني مش عارف اكنهم جايبين باتوبيس، يعني هو اللي بيجي الاول بيحجز الاول. يقول لك يا عم لا هو كده. تيجي مثلا في الاسبوع مثلا الثالث او رابع اسبوع مثلا تيجي تقول له خلاص ماشي انا هدي لابني عندك درس. سبحان الله، يعني الطفل اللي كان طويل اللي ما كانش حد شايف منه السبوره بقى في اول ديسك. يا سبحان الله، يعني الموضوع بيتغير خالص عن الاول. يعني انت اديته درس خلاص، يعني خلاص الواد بقى بياخد عندك درس. سبحانك يا رب، بقى الواد الطويل اللي محدش بيشوف منه السبوره بقى قصير، وعشان كده بقى في الصف الاولاني. حسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل. الولد يعني انت بتمسكه كمدرس فصل، بتمسكه من اولى ابتدائي لحد 5 ابتدائي انت بتنجحه. انت شغلتك اللي انت بتاخد فلوس من ابوه عشان تنجحه. ما تقوليش اللي انت بتديله درس عشان خاطر الدرس. يعني انت كمدرس انت ما بتدوش فلوس، انت ما بتدوش دروس عشان خاطر الدروس، عشان خاطر تفيد البني ادم اللي قدامك. وحتى برضو اولياء الامور لما بتيجي مثلا تدي لابنها دروس مش عشان اللي هم يفهموا من الدروس، لا، عشان المدرس اللي انت بتدي عنده درس ده عشان ينجحه في الامتحانات، لان هو اللي ماسك الكنترول بتاع المدرسه من اولى ابتدائي لحد 5 ابتدائي، عشان دول مش شهاده، دول اللي انتوا ايه اللي هم اصلا ماسكين الكنترول يعتبر. طب ماشي، وبعدين في 6 ابتدائي بقى تلاقي المدرسين اصلا مش هيعملوا له حاجه، يعني ما يقدروش ينجحوه، مش في ايديهم ينجحوه او يسقطوه، لان هم اصلا ما لهمش علاقه بالكنترول ده. هم اصلا هيبقى في مدرسه ثانيه، يعني هيبقوا في مدارس ثانيه خالص. اللجنه تبقى جايه من بره اللي هي 6 ابتدائي اللي هي تبقى اخر سنه، تمام. طبعا الطفل اللي في 6 ابتدائي ده مش فاهم حاجه، يعني هو متعود في اولى ابتدائي لحد 5 ابتدائي المدرس بييجوا يكتب له الجملتين في الامتحان بتاعه وخلاص، هو ما عندوش مشكله، هو كده كده عارف ان هو ناجح. يتصدم في 6 ابتدائي، يعني 6 ابتدائي يتصدم اللي هي شهاده، يتصدم ناس تانية جايه عليه، بيحس اللي حصل احتلال في المدرسه، يحس فجاه اللي حصل احتلال في المدرسه، الواد يتبرجل، ما يبقاش عارف ايه ده، الناس دي جايه ليه ولا منين ولا فين، وعايز ينجح. عايز مثلا يبقى المدرس اللي بيجيله كل مره يجيله مستنيه ما يلاقوش. يعني فضل معشم الواد 5 سنين وفي 6 سنه الواد لايص، الواد مش فاهم حاجه، الواد في البلوزه من كتر ما هو بينجح من غير ما يبقى فاهم اصلا هو ناجح في ايه. هيجيب ملاحق وممكن يعيد السنة وممكن ينجح، الله أعلم.
الواد لو متأصل صح بقى ممكن ينجح، او ممكن تيجي بعند ربنا وينجح، مفيش مشكلة. تيجي بقى في اعدادي نفس الليلة، نفس النسيبة السوداء. في اعدادي اول ما تدخل ابنك اولى اعدادي نفس السيناريو بيتعاد، بس وهو كبير، هو كبير شوية يعني، اعدادي، اولى اعدادي لحد تالتة اعدادي، نفس النظام ونفس الليلة ونفس الدنيا. ما تفهمش الناس دي بتفكر ازاي، المدرسين دول بيفكروا ازاي انا مش عارف. بس انا اقول لحضرتك بيفكروا ازاي. الناس دي عايزه فلوس وخلاص، ملهاش علاقه بقى ابنك يفهم ما يفهمش، انا هاخد منك فلوس بمقابل انا انجح ابنك، وما تسالنيش على حاجه بعد كده. واولياء الامور كلهم تمام هتنجح ابني خد فلوس، كلهم بقى على كده، كلهم. فانت مش هتغير الكون، انت بالنسبه لك انت مش هتغير الكون. ما هو مش في اعدادي بس برضه، هو اعدادي ابتدائي واعدادي وثانوي لحد ما تروح كليه. يعني الكليه في شياكه شويه في المعامله بصراحه، في شياكه شويه بس برضه هتدفع. اوعى تبقى فاكر انت مش هتدفع، لا هتدفع، بس بشياكه يعني. سكاشن بقى ومش عارف ايه وتبقى في المدرج مش عارف ايه شغلانه يعني. ده على فكره مش في المدارس الحكوميه بس، ده المدارس الحكوميه والخاصه. يعني احنا بقينا في زمن يعني ما شاء الله عليه بصراحة. على فكرة مش الموضوع ده مش دلوقتي بس، ده الموضوع ده بقاله سنين السنين. يعني الأول خالص، يعني أول أنا ما كنت في أولى ابتدائي أتذكر اللي كان موضوع المجاميع والدروس ده كان ممنوع في المدرسة. بس لا ده مدير المدرسة دلوقتي أصلا بيدي دروس بره، يعني بيدي أصلا دروس بره. الناس دي بتبقى خلاص اللي هو فعلا مرتباتها ما بيكفيهمش، فبيضطروا اللي هم يدوا دروس ومجاميع بره في السناتر ومش عارف، وساعات في المدرسه موضوع يعني. الناس دي مرتباتها مثلا، يعني مثلا نقول المدرس بياخد حوالي 4000 جنيه مثلا او 3000 جنيه، فيقول لك لا مش مكفيني، مع ان والله العظيم ثلاثه، معلش يعني، دول يعني ال 4000 جنيه ولا 3000 جنيه دول هو لو مشي حياته بيهم ربنا هيكرمه بيهم، يعني ربنا يكرمه. اما بياخد من هنا وبياخد من هنا وبياخد من هنا على اساس ان هو ينجح الاولاد وخلاص. عامة كل واحد يا رب يديله على قد ضميره.